بعمل ايه هنا؟ ايه؟ بركن. مين اللي موافق هنا؟ انا واقف زي ما كله بيجي يقف هنا، جيت اركن الناس عادي. هي مش هيصة يا باشا، مش اي حد بيجي يقف، في ناس واقفه هنا. مين يوقفني هنا؟ انا واقف هنا ومعايا واحد تاني. انا النهارده سايس لمده يوم واحد وعايش تجربه كامله مع المعلم ده، هيعلمني كل حاجه في تفاصيل المهنه وازاي بنشتغل وازاي بنتعامل واغرب مواقف بيقابلها. بتبقى حاسس انها فعلا بتبقى بتخليك مليونير او حتى. هم فاهمين غلط. ما انا مديك ورقه فيها 20 جنيه. بقى شيء تعتبر شغلانه. يعني ايه اعتبرناها شغلانه؟ جنيه ايه يا باشا ده؟ اتفضل. ايه اللي اتفضل يا باشا؟ يا فندم، يا فندم ما ينفعش. يوم صعب والدنيا حر، بس اتبسطت من اول مره احصل فلوس فيها. طب ايه اكتر حاجه متعبه في الشغلانه دي قابلتني؟ هي اكتر حاجه متعبه فيها ان انت ما بتقعدش، هي ما فيهاش قعد خالص. وبتحاول تنظف العربيات عشان تاخد لك 5 جنيه على الاقل، وانت واقف جنب الحديد الصاج اللي بيطلع كل الحراره دي في عز الحر. كان صعب قوي. خد ورق يعني؟ هتيجي امتى طيب عشان الناس بتركب؟ معاهم عربيات غاليه على فكره، اغلبيتهم ما بيصوش. بالنسبه لنا الفيرنا دي في التجمع هي لا شيء. طالع الراجل ده دفع 300 جنيه. 300 جنيه؟ طبعا حاجه ما حدش يتوقعها. عايز اعرف ايه اكتر مواقف غريبه ممكن تكون اتحطيت فيها وانت شغال الشغلانه دي؟ في مره واحد اتبلى عليا ان انا كسرت له ازاز العربيه. سابني في ثواني ولا اروح اركن دي واجي لك؟ استنى اخش انا عليهم. بتحس الناس وهي بتركن او هي واقفه او انت لما بتيجي تشوفك بتبقى محترم الشخص اللي بيشتغل الشغلانه دي ولا لا؟ والله مش كل الناس زي بعض، في ناس بتوصلك ان انت بلطجي، في ناس بتوصلك ان انت شحات. لما بتشوف النظره دي بتبقى متضايق مخنوق من حاجه زي كده؟ اكيد طبعا. بتقول له حاجه؟ انا بسيبه وامشي. احنا من بدري. لا مش من بدري. من بدري بجد. صدقني ما من بدري. انا اللي من جديد. من امتى بقى الموضوع ده؟ انا في مثلا فعلا ناس في الشارع ما تعرفش هم جم منين، الاغلب بتبقى بلطجه. طبعا. ان هو واقف لوحده في الشارع مع الله كده أيوة. لو انا جاي اركن مثلا وفجاه وانت بتديني الورق انا خدت العربيه ومشيت، زي اللي لسه عامل معايا هنا، انت بتتعامل مع مواقف زي ده ازاي؟ بسيبه وامشي. ما تعملش معايا خلاص، ما انا اعمل له ايه؟ حتى وهو خارج ما بروحلوش. لو قدامك فرصه تانية تشتغلها غير الشغلانه دي ولا تعمل حاجه غيرها بجد؟ والله. 100% مش أنا هتفكر. انا اساسا سواق. تمام. اللي مخليني بعيد عن المجال بتاعي دلوقتي ان انا عايز اجدد الرخصه، بس عايزه فلوس كتير. يعني انا عليا تامينات عدد ال 15,000. لو شايف عربيه فيراري مثلا داخله عليك، عربيه تانية 128، بتعامل بتاع الفيراري معامله احسن، يمكن ده دايما في نظرته هيدفع، ولا بتوع اللي معاهم عربيات غاليه دول ما بيدفعوش؟ بعمل كله زي بعض. يمكن بجد الشغلانه محرجه متعبه، حر وبهدله وبتاع. بتفاصل مع مثلا بتاع بقدونس ولا بطاطس في الشارع، وتروح في كافيه تدفع لها الوفات، تتكلم في 10 جنيه مع ناس تانية بره. هتحاسب كل يوم على الحال ده لمده سنين السنين السنين كتير قوي. بصراحه اللي شفته النهارده خلاني اقدر شغلانه السيس اكتر واكتر. فلو عجبك الفيديو استنى تجارب تانية كتير، وما تنساش زر الاشتراك وتعمل كمان لايك للفيديو.